السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل اكله خفيفه من اكلات الصيف واكلات العيد كمان. يعني في العيد مش هنفضل كل يوم ناكله في لحمه لحمه لحمه، لازم نغير. والاكله دي هتنفع معانا سندوتشات، وممكن تتعامل مع مكرونه، وممكن حلوه قوي لو تاخديها النادي او انت رايحه البحر بقى في المصيف. الله عليها، تبقى حلوه جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. طبقنا النهارده زي ما قلت لكم سهل وخفيف وحلو قوي، يتاكل في اي وقت، وتعمليها مع مكرونه او تعمليه سندوتشات. معانا صدق، ومعانا فلفل الوان، ومعانا بصل مقطع شرايح، الفلفل مقطع شرايح والبصل كمان شرايح، ومعانا كبده، الكبده برضو شرايح. اول حاجه هنتبل الكبده، هنحط عليها عصير ليمون وخل وزيت وملح وكمون وكزبره وشوية فلفل أحمر اللي هو الحراق بقى اللي احنا فرمينه مع بعض، ده بيخلي الكبدة بتبقى تحفة. وشوية كده حتة صغيرة من دبس الفلفلة، ده لسه ما نزلتش الفيديو بتاعه، يعني يومين كده ان شاء الله ونزل لكم الفيديو. وطبعا التوم المفروم، كل ده مع الكبدة. وطبعا الكميات حسب الكمية اللي انت هتعمليها. احط كده دبس الفلفلة زي ما انتوا شايفينها، طعمها حلو جدا. دبس الفلفله ده معمول من الفلفل الاحمر اللي هو الكوبي. واقلب بقى كل دول كده مع بعض، واروح سايباها بقى على جنب عقبال ما اتبل الصدوق. اجيب بوله واحط فيها الثوم المفروم والفلفل الاحمر الحراق، لو انت مش عايزه حاجه حراقه ممكن ما تحطوش. واحط ميه بصل وملح وفلفل اسود وكمون وشويه كزبره وشويه زيت، واقلب بقى كل دي مع بعض واحطها على جنب. واجيب بقى الصدوق بتاعنا والخضار اللي معاه، واجيب كمان عيدان شيش طاووق اللي هي العيدان الطويله. ابتدي بقى اخد اجيب امسك كده واحد من العيدان، واروح حاطه فيه من الحرف شريحه من الفلفل. طبعا تجيبي بقى فلفل احمر واصفر واخضر، انا حسب اللي لقيته عندي. ونبتدي بقى ندخل الخضار والصدوق في العيدان زي ما انتوا شايفين كده، بتدخل معايا بكل سهولة. وطبعا كل شيش تحطي طبعا العدد اللي انت عايزاه، عايزة تحطي اتنين، عايزة تعملي على 3 مرات، عادي اعمليه بأي عدد وبأي طريقة زي ما تحبي. سهلة جدا وبيدخلوا في العيدان بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده انا عاملاها ازاي. وبتبقى في النهاية شكلها حلو وشيك قوي، حتى لو جالك ضيوف في العيد مثلا وعملتي الأكلة دي سريعا سريعا هتبقى حلو، وشكلها كمان يبقى جميل جدا. وتعملي بالعدد اللي انت عايزاه. انا عامله كميه صغيره، دخلت كده الفلفل وبعد كده البصل، واروح حاطه بقى ادخلهم برضو في العود التاني، واروح مدخله الصدق وبنفس الطريقه لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. بعد ما خلصتها اروح جايبه بقى التتبيله، واروح حطاها متبله بقى الصدق والخضار ده كله بيه، عشان يبقى كله واخد من طعم واحد ويبقى طعمه حلو جدا. اتبله كويس قوي، واروح على طول على الشوايه وابتدي بقى اشوي بطريقه سهله جدا. هنشوي بالجريلا، ممكن لو عندك شوايه بالفحم عادي تشويها في الفرن او طاسه بس تكون تيفال. انا حطيت الجريل كده وحطيت فيها شويه زيت صغيره جدا، وابتديت بقى ارص العيدان الشيش واحط من فوقيهم كده التتبيله اللي موجوده في الطبق دي، مرمهاش، لا احطها من فوق كده. هو الصدوق ما بياخدش وقت معانا، اول ما ياخد اللون من تحت ابتدي بقى ايه، اروح قلبها على الناحيه التانية. وانا الجريلا بتاعتي دي دبل، قلت اقفله بقى شويه علشان الصدوق يستوى معايا من جوه كويس، فقفلته لمده دقيقتين. وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خلصت الصدوق شيلته ورحت حاطه بقى مكانه الكبده بتاعتي. شايفين الكبده اول ما حطيتها تلاقيها بتتحرك كده عماله بتكش، شايفينها. وخلي بالنا الكبده ما بتاخدش ثواني على النار، يعني دقيقه على الناحيه دي ودقيقه على الناحيه، ما تخليهاش تغيب على النار عشان ما تجلدش وتشد منك. هي يا دوبك دقيقه ودقيقه وممكن اقل كمان، لازم تبقى طريه وحلوه معانا زي ما انتوا شايفينها كده. خلصنا بقى الطبق بتاعنا النهارده، والله على جماله، شايفين الجمال وطعمه بقى تحفه. واهم حاجه يا جماعه الصدوق تجيبوه من جزار يكون مضمون، ما تجيبوش الصدوق من اي حد، جزار تبقوا عارفينه كده ومضمون تجيبوا منه. شايفين الصدوق؟ الله على الجمال، واخد الشوي من الناحيتين، ولا الكبده وجمالها. شايفينها استوت، انا ما غيبتهاش،
يعني يا دوبك دقيقة على الوش ده ودقيقة على الوش التاني وخلاص على كده. والله تاكلوها بألف هنا، وزي ما قلت لكم ممكن تاكلوها سندوتشات وممكن تتاكل مع مكرونة وبألف هنا. يلا جربوا واعملوها، والعيد بقى جاي واعملوا الأكلة ديت. بس أهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو، اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.